أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في عجالة أقول إن السيد المربي الأستاذ فاضل المحترم له كل الحق كما قلته في الخطبة. قلت يجب أن يوفر له مبلغ مالي يعيش به براحة كبيرة. قلت هذا الكلام لمن لم يراجع الخطبة فعليه أن يراجعها قبل أن أستثني وأقول قلة قليلة جدا بالحرف الواحد، قلة قليلة جدا. فلماذا هذا التحامل الكبير ولماذا هذا التشنيع بالقضية؟ لقد أنصفتك السيد الأستاذ، لك ما لك وعليك ما عليك للأقلية، أما الأكثرية وسواد الأمة فهم على الطريق الصحيح لا محالة. وهل يكون النقصان؟ نعم، قد يكون النقصان في الإمام والأستاذ والموظف وحتى الإطارات الكبرى قد يكون فيها النقصان. وقد رأينا كذلك الانتقاد في القنوات الكبيرة للسادة كبار الدولة وللسادة الوزراء في بعض الأحيان، ولكنهم لم يجيشوا ولم يحركوا ولم يتحركوا هذا التحرك الذي قد لا يفيد وقد لا يعطي نتيجة. لماذا؟ لأن خلفية هذا الإمام هي خلفية أخرى، خلفية محبة للخير بإذن الله تعالى. وقد دخلت وقد حضرت المدارس بنفسي مع جمعيات ومع المجتمع المدني تعقيما وتنظيفا وحملات متتالية من أجل أن نوفر الجو للسيد الأستاذ ولتلميذه. وكذلك قدنا حملات تطوعية كثيرة جدا وكبيرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، نسأل أجرها عند الله، نتمنى أجرها عند الله في المستشفيات وفي الشوارع وفي كل مكان. من أجل ماذا؟ من أجل الخير لا أكثر ولا أقل. وكذلك قد نظمت فيما مضى في مدينة من المدن الدروس التطوعية المجانية لكافة الطلبة ولكل الأعمار والأطوار، وهذا لا ينتقص بل يزيدني شرفا. وأحسب أن علاقتي مع الأستاذ هي علاقة طيبة، علاقة نظيفة، علاقة مباركة. هب أنت أن 10 دقائق تاع الخطبة اللي تكون فيها الطريقة الحماسية دائما في إلقاء الخطب والدروس هل هي كافية؟ لا، قد تجنح بك بعض الشيء في بعض الأحيان، قد تجنح بك، ولكن هذا الجنوح والحمد لله لم يكن فيه تفريط كبير، ولم يكن فيه اعتداء، ولم يكن فيه ظلم كما يزعم كثير من السادة الأساتذة. إذا رأى الأستاذ مني ما يغيظه أو ما يضره فأنا أستسمحه، وهذا حق من الحقوق. لا خير في من استرضي ولم يرضى، ولا بركة في الإنسان الغضوب كذلك بالمقابل. إذن على الأستاذ أن يعتقد جزما بأني أنا أيضا أصنف أستاذ، كل معلم يصنف أستاذ. وقد بدأ الأستاذ ميدانه قبل أن تأتي المدرسة النظامية. كان الأستاذ أستاذا في الكتاتيب وفي المساجد وغيرها، وهي اللبنة الأولى والحقيقية للأستاذ. إذن فلا يضرك أيها الأستاذ، لا تضرك الإشاعات، وإياك من الإشاعات المغرضة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تبين الحقيقة. بعض الناس أخذ مقطع أو مقطعين فقط، هؤلاء أعتب عليهم وألومهم حقيقة. أخذ مقطع أو مقطعين من الخطبة ولم يتابع كل الخطبة من أولها إلى آخرها، وصار يعتقد بأنني ربما هاجمته أو قلت فيه. لم أقل فيك شيئا، من ضره شيء فأنا أقول أنت من فئة النزهاء. ما دمت قد تأديت بهذا فأنت إذن من فئة النزهاء، ممن يعملون عملهم ويؤدون واجبهم ويؤدون ما عليهم. إذن أنت نزيه، لا يقصدك الكلام ولا يعنيه. أما إذا كان ثمة مقصر فالنية لله وحده هي نية الإصلاح. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا على المنبر احمر وجهه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ولا خير فينا إن لم نقولها، ولا خير فيكم إن لم تقبلوها. هذا قول سيدنا عمر: ولا خير فيكم إن لم تقبلوها. هب أن النصيحة كانت صحيح، كانت على الملأ، ولكنها لم تسمي أحدا بعينه، وإنما قصدت ربما في جزئية من جزئياتها المقصرة فقط. أما الباقي فقد ذكرته بخير والحمد لله. وأكرر أني قمت بتسجيل خطبة العام الماضي في فضائل الأستاذ وفي حق الأستاذ، ومن أراد أن يرجع لها فهي موجودة في قنوات التواصل.
وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والمعذرة مسبقا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.